فيلم أنف وثلاث عيون هو موجود دلوقتي على منصة جديدة اسمها يانجو بلاي. الفيلم هو معالجة جديدة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وبيتكلم عن دكتور هاشم، دكتور تجميل شهير متعدد العلاقات، اللي بيروح لدكتورة نفسية اسمها عالية اللي بتقوم بدورها صبا مبارك. وبسبب كوابيس بتجيله وبسبب علاقة غرامية بيضطر ان هو يعمل ثيرابي مع الدكتورة النفسية. وبنشوف هنا بقى من النقطة دي حياته الماضية وعلاقاته الغرامية السابقة وحياته الحالية والمشاكل اللي بيقابلها. الفيلم بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى ابو ضيف، وظهور خاص لأمينة خليل عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. هو المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار كان للكاتب وائل حمدي، وإخراج المخرج أمير رمسيس. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير، وحلقة جديدة من أبيض وأسود. وقبل ما نبتدي الحلقة أنا عايز أسألكم سؤال. اخر حلقه نزلناها ما جابتش المشاهدات اللي احنا كنا متوقعينها. محتاجين دعمكم الفتره الجايه مهمه، وداخلين على افلام عيد وولاد رزق، ويعني ليلى، منتظرين منكم كتير زي ما انتم كمان منتظرين مننا الكتير. أنت بتحب الفيلم القديم؟ بحب الفيلم القديم، بحب أوكي. الفيلم القديم لما بحطه في سياقه الزمني اللي هو في السبعينات، والسبعينات مم. دي من اقل فتراتنا سينمائيا. مم. كان في فيلم كده بقدر ده شويه اللي عايز برضو. أقوله بس هنا ليه؟ لأن القصة من كتر ما هي قصة عبقرية وسابقة زمانها، اتعمل فيلم في 72 واتعمل مم. مسلسل محدش شافه يعتبر، رغم ان الاسامي فيه كان بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي، والمعالجة مم. بتاعته فيها حتة شبه الفيلم ده. القصة دي اتعملت مسلسل إذاعي لعمر الشريف ونادية لطفي. مم. فاحنا بنتكلم عن قصة عابرة للأزمنة وعابرة للأجيال. شبه اللي حصل في فيلم الاسكندراني برضو، انت عن رواية أسامة أنور عكاشة. شكرا انت قلت ايه. الاسكندراني، عشان اه. الفرق الرهيب ما بين الاسكندراني وبين انف وثلاث عيون هو معالجه الف وثلاث عيون متطوره للغايه وموجوده في زمانها، عندي معاها مشاكل، لكن احنا بادئين من نقطه كويسه نبتدي من عندها. رغم يعني ان انا دلوقتي هطلع عيوب ومميزات في الفيلم، بس انا بحترمه. محترم اللي بحترمه. حصل، محترم اللي حصل. ما كانش عندي كده في الاسكندراني. اه. الفيلم انا عايز اوصفه ان ده فيلم متعلم، فيلم مم. متربي كده، دخل مدارس نظيفة. باين ان احنا عندنا مخرج متعلم كويس، باين ان احنا عندنا سيناريست فاهم يعني ايه سكريبت، وفاهم يعني ايه شخصيات، وفاهم يعني ايه حوار، مم. وفاهم يعني ايه صراع. انا متفق في حته السكريبت الصراحه، ان في راجل بيعرف يكتب سكريبت فمطلع معالجه محترمه. رغم ذلك انا الفيلم، لان في مشكله اساسيه انا بقى هقولها وقد تكون في السكريبت برضو مع احترامي للصنعه اللي فيه، ان رتم الفيلم مش سريع خالص، رتم الفيلم بطيء وفي حاجات كتير بتتقال لنا ما بنشوفهاش. فدي مشكلتي مع الاخراج، ان انا في حاجات كتير بتتقال لي لا خليني انا بتفرج على فيلم مش مسلسل اذاعي. هو تاني المعالجة هنا مختلفة عن معالجة تماما الفيلم الأول. تماما تماما تماما. انت كان في حاجات كتير قوي بتستخدم طريقة الناريشن او الفويس اوفر. طب ما لا، ما تروح توريني الحدث. انت دلوقتي جايب لي ان ده راجل متعدد العلاقات النسائية، وريني العلاقات النسائية دي، وريني الشد والجذب في العلاقات. انت جبت لي موقف معين حصل في مطعم فحصل فيه حاجة وخلاص، هو ده الماضي بتاعه. دي شخصية معيوبة بتعاني من حاجة، بتعاني من تروما، فعايز اشوف اثر التروما دي على افعالها وازاي بتتعامل مع الطرف التاني. وده جه على عارف على حساب ايه بقى؟ ان احنا الشخصيه واحده من الثلاث عيون اللي هي سلمى ابو ضيف طولنا شويه في العلاقه ما بينهم، يعني قضينا وقت ازيد من اللازم في العلاقه ما بين ظافر عابدين وسلمى ابو ضيف، من ان كنا ممكن ناخد من الوقت ده ان احنا نعرف حتى هو الراجل ده متعدد علاقات ازاي. هنا عندي برضو مشكله في السكريبت، بس احنا عشان معالجه يعني مش هنحرق في حاجه بتحصل لسلمى مبارك مقحمه جدا واتقالت في 3 دقائق، لو شلناهم ملهمش لازمه. ليه؟ عشان وجت في ابرر هي دي الاخر. احتدت على ظفر العابدين. يعني حتى ما 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 رمتليش تمهدتلاش، كارت ليها. ما يعني هو تمهدتش هو ليه. في اول الفيلم قرص عليها شويه في الكلام، هي قابلته بهدوء، هي امتصته. كان يبان لي هتحصل. ان هي ايه، عندها وش تاني، عندها قلبه. لكن رغم اللي انا بقوله ده السكريبت الانجاز الاكبر ان هو عرف يطلع من الروايه دي قصه جديده بشكل مختلف صالحه لزماننا هذا. صالحة الزمن ده اكيد، بس برضو انا في حاجز بيني وبينها. انتقائي قوي، هو اختار طبقه اجتماعيه انتقائيه قوي 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 قوي. يعني شخصيه روبا دي هي شخصيه لا، هاي هي موجوده قوي، برضو. موجوده بس اوريدي اكيد بس موجوده، بس موجوده في اماكن معينه. ما هي موجوده في برضو بابل معينه ما تطلعش منها. يعني انت ما اللي يروح تقدرش تحس ثيرابي. بالغرابه. في اه. الفيلم الاولاني ما تقدرش تحس بالغرابه خالص. لا، ده ممكن يكون شبهنا. يعني حتى انا مش من جيل بتاعهم وما كنتش قاعد حاسس بالغرابه. انا من جيل سلمى ابو ضيف وقاعد حاسس بالغرابه. يعني دي ال5% او ال10%، ما هياش مم. ال90 او السواد الاعظم زي ما بيقولوا يعني. فالحوار ما يعني ما فيش حاجه اتعلم، مش اه. شرط جمله، بس قصدي ما فيش هات وخد في الحوار.
يعلم معاك. كان عاجبني ان في اجتهاد جدا على مستوى اللي احنا بندور في الحاجات الطبيه والحاجات النفسيه، مم. واضح ان في مذاكره. وحاجه كمان، انت معاك ظافر عابدين، هو ممثل عنده مواصفات عالميه، مش وهو عشان مصريه. كده اصلا بيشتغل في حاجات عالميه، هو اصلا بيشتغل في حاجات عالميه كتير اه. يعني فرنساوي وكده. ظافر عابدين عنده طريقه كلامه، انا مش بقول عليها مشكله قد ما بقول هي بصمه هو بيختارها، اللي هو دايما بيتكلم فحيح الافاعي. لا، في باين في كسره في الكلام يا جماعه، واضحه قوي يا جماعه، مش مصري. somehow هي لايقه من المستوى الاجتماعي، من اللي هو دكتور تجميل، لايقه، ما مش اقدرش اقول اللي هي بره النوتة. كسره الدي انا ممكن افهمها لو انت عايش بره ورجعت، انت قاعد في مصر. بص، هي ما كانتش مزعجه بالنسبه لي الكسره دي، انا اللي كان مزعج بالنسبه لي اللي هو بيقول الفويس اوفر، مع ان انا الاداء دي ما كانتش عاجباني، الحوار ما كانش عاجبني ما عدا مشهد النهايه. مشهد النهايه انا عاجبني جدا الحوار، مشهد النهايه لسبب ما طبقه صوته ظبطت، يعني مشهد النهايه انا حبيته جدا طيب. كصوته امم. وكحوار. مشهد انا النهايه انا متفق اوصفه معاك. وصف ان هو من اشيك مشاهد النهايه. انت ايه افضل دور شايفه في الفيلم؟ سلمى روبه، سلمى ابو ضيف. انا ايه ده احنا اتنين متفقين من غير ما نعرف. سلمى ابو ضيف، انا احترامي ليها بقى بيزيد اكتر واكتر. البنت بيعلى ما شاطره شاء الله. وبتتعلم وبسم الله ما شاء الله. يعني رحاب في الفيلم رغم ان غرابتها ورغم ان هي ممكن تكون مترقعه شويه، وخلي بالك الفيلم مش جريء، الفيلم كان ممكن ياخد الموضوع امم. بجرأة فurther. يعني الفيلم ده كان بيبقى بسهوله يبقى للكبار فقط وهيبقى منطقي، لكن رغم كده رحاب هي الدور الافضل، وبحس ان هي الدور المكتوب افضل دور كان فيه عنايه في كتابته. يعني صبا مبارك بسبب مشكله في كتابه الشخصيه ادت لمشكله في تجسيدها. يعني مش التمثيل هو اللي كان سيء، لا الدور هو نفسه باللي حصل في الاخراج، باللي كل شيء ده ما كانش جذاب. في ظهور خاص لامينه خليل، انا عن نفسي ما عنديش مشاكل هو مع امينه زور خليل. وزور لا، زور جيد جدا يعني، مم. مش عارف سبحان الله عشان الوقت قل ولا ايه، بس هي في المشاهد بتاعتها هي سابت كل ادواتها في ادائها، هي في ادواتها هي، انا شايف ان هي استخدمت ادوات اول مره اشوفها من امينه خليل، الادوات دي. ما ده بقى اللي عايز اخده يطلعها عن المخرج، لان المخرج الاخراج فيه اشياء مجيد فيها في التمثيل زي امين خليل وسلمى ابو ضيف، وحاجات مش احسن حاجه زي اللي عمله في شخصيه ظفر عابدين وصمم مبارك. لكن انت ايه اللي انا حاسس ان انت عاجبك الاخراج. عجبني الاخراج جدا، ده مخرج فاهم يقول ايه بالكاميرا. احنا عندنا في بداية الفيلم هو عرف يحطنا جوه مود، الإضاءة، الألوان، الديكورات. هو بيستخدم المزيكا في الفيلم، في حاجات محسوسة في المزيكا وفي حاجات غير محسوسة، يعني انت ما بتبقاش قاعد منتبه قوي ان في مزيكا اصلا شغالة، بس لا، هو في مزيكا شغالة، يعني مزيكا مش مزعجة في نفس الوقت، مناسبة قوي لطول الفيلم. هو عرف نوعا ما يحسسك بشخصية هاشم. هل بقى تمثيل ظافر عابدين اصاب ما اصابش دي نقطة تانية، بس هو مم. كإخراج هو عمل شغله في النقطة دي. برضو في حاجات في الكادرات انا هحطها لكم، انا مش هقول هو عايز يقول ايه في الكادرات، انتوا قولوا. انتوا من الكادرات دي تقدروا تعرفوا هي قدامكم دلوقتي الشخصيه دي حالتها الاجتماعيه عامله ازاي، الشخصيه دي ماضيها ممكن يكون عامل ازاي، الشخصيه دي بتتعامل مع الناس ازاي. الصوره بليغه جدا، بتقول كل حاجه، لا التمثيل محتاج اللي هو يزود، لا مزيكا محتاجه تخش توتر ولا تجلب تعاطف ولا لا حوار محتاج يتقال. عشان كده كنت منبهر جدا، لان احنا ما عندناش كتير المخرجين اللي بيعملوا كده، اللي هو تحس ان الفيلم واخد من طعم مخرجه. انت اتكلمت عن الحاجات اللي هو موجود فيها، لكن انا في حاجات برضو هعيب عليها على الاخراج، زي الجزء اللي قلنا بتاع الناريشن، الريتم اللي كان والصوت. بطأ في الفيلم، المشاكل التقنيه الفادحه في الصوت. يعني الصوره م. رائعه، الصوت في مشكله واضحه يا جماعه، وبالذات وفي مشاهد الصوت الخارجي دبلجه اه، ومكساج الصوت هم. واضح ان الصوت مش متاخد لايف، الصوت متاخد في مش الاستوديو. من استوديو. مش بصريا اديله فول مارك الصراحه. اه. صوتيا لا لا. خالص. م. بقول خالص ان ملخص للفيلم انه معالجه جيده متجدده بروايه عظيمه لكاتب اعظم، اخراج كان متعلم ومدرك هو بيعمل ايه كويس، ونتج عنها فيلم جدير بالاحترام حتى لو كان فيه عيوب، بس برضه في الاول في الاخر هو مشروع جدير بالاحترام لان صناعه احترموا المشاهد. فانت تقييمك ل 1003 عيون كام؟ 7 من 10. انا تقييمي 1003 عيون 6 من 10. فده كان تقييمنا، وفي الاول وفي الاخر بنقول لا، ادوا له فرصه ونشوف هل انتم متفقين ولا مختلفين معانا. واهم شيء قولوا لنا ايه اللي انتوا عايزينه عشان نطوره في القناه، لو في مم. حاجه مش عاجباكم او عايزين نطورها. ونشوفكم ان شاء الله اخر الاسبوع، وباي باي. ان شاء الله.